عايز تبقى كلب جنيه، خليك زي جزء من الصعايدة في الغربة، بايعين نفسهم عشان الفلوس، والكفيل ممرمط في ابوه. واحدة اسمها سمر أبو هاشيمي، هتطلع في قناة كده اسمها، مش عارف قناة كده، قناة ما حدش ما يتفرج عليها غير المذيعين وعيالهم يعني وأهاليهم يعني. فالمهم إنه هي شغالة على الصعايدة كتير يعني. هي شغلتها بس الصعايدة، وشهرتها اشتهرت عن طريق الصعايدة. مش مشكلة يا ستي اشتهرت، ولكن السؤال الأهم مثلا، هي كل واحد يقول اللي عايز اللي يقوله يعني، لكن مش في المفروض في البلد دي في مراقبة على المذيعين وعلى المذيعات، وعلى في حاجة اسمها بتاعت الإعلام دي اللي هو المجلس الأعلى للإعلام؟ مش المفروض في الموضوع ديتي يعني؟ ولا كده أنا أروح أطلع لي في قناة أدفع لها 2000 جنيه ولا حاجة عشان أطلع وأقول اللي أنا عايزه كده؟ يعني الصعايدة دول يبدأوا من الجيزة، من نهاية الجيزة لحد حلايب وشيلاتين، ده كله صعايدة. مصر كلها صعايدة يا سمر. وانت على التيك توك، ها، على التيك توك الاول قعدت تعمل وقفلنا لك صفحاتك، ومش محتاج الواحد يقول لك مثلا الصعايده دول ايه وايه، لانهم اعلام معروفين يعني. الصعايده مين ومناصبهم في الدوله ايه، ومين كمين صعايده، ومين اللي علم الدنيا دي كلها، سواء قراء او يعني مشايخ، علماء، فنانين، رياضيين، كرة قدم، كل المجالات. هي مصر كلها صعايدة اصلا يعني، حتى مثلا القاهرة واسكندرية والمدن الكبرى يعني كلها اللي معمرين الصعايدة، اللي زمان راحوا فيها واستقروا فيها وبنوا وعمروا. وثلاث ارباع البنايات اللي في القاهره وفي اسكندريه دي ملاكها صعايده يعني. البنايه اللي انت قاعده فيها، العماره اللي انت ساكنه فيه، هتلاقي صاحبها صعيدي، بس تلاقيه مش مهتم كده ومش معاه يشوف في التلفزيون. فلما يشوف التلفزيون هيطير وراك من العماره اللي انت قاعده فيه. ف في ردود كثيرة يعني يمكن تنفع تتقال وتنفع ولكن الناس قامت بالواجب يعني. الشباب ما شاء الله قاموا بالواجب، ما قصروش معاك يعني. واحنا مش هنقصروا معاكي برضه، بس احنا هنطالب يعني المسؤولين انه يشوفوا له يعني. دي المفروض في السجن يعني، دي المفروض كده باتهاماتها وكلام مع الصعايده اللي ما يدخل في الاعراض يعني. هي ما تدخل في اعراض وفي حاجات خطيره يعني، خصوصا بالنسبه للصعايده. ولولا انه الصعايده برضه الاول مع الجو القانون، خصوصا مع الحريم يعني. لو انت راجل لما يقول الكلام ديتي كان هيبقى في تعامل تاني معك، ولكن انك انت واخده حصانه لانك انت مرأة حرمه، عندنا مرأة يعني. فمحرم علينا ان احنا نأذوها كده بالاذى اللي احنا نقدر نعملوه، اللي ناخده حقنا بيدنا. فانت واخده حصانه لانك مرأة، ولكن احنا عايزين بالقانون يعني المفروض جهاز الرقابه على الاعلام اسمه ايه، مش عارف، الاعلى للاعلام، نشوف له حل. وبالنسبه للمحامين والناس اللي يرفعوا عليها قضايا، ودي ان شاء الله في السجن قريبا، ان شاء الله هتلاقوها في السجن. السلام عليكم.